الفيلم بأستاذة رندا البحيري وهي خاطفة أسير وبتهدده بالمسدس وبتسأله سؤال مناسب للباقة. انت مش خايف؟ ما بيترعش قدامك اهو يا فنانة. وبعدين ايه كمية الرصاص دي؟ احنا بنمر بتضخم، يعني طلقة واحدة في الدماغ ونوفر الباقي. بتمشي بعدها سلو موشن وبتروح للعصابة، وبيكون في واحد فيهم عامل نفسه الفنان سامي العدل الله يرحمه، وقاعد بيشرح لهم فيلم الكيف عشان ينصب عليهم في اللعب، لكن بيتعمل عليه حفلة. بيعزموا على الأستاذة رندا بسجارة، لكنها بتقول لهم أنا مش بشرب سجاير. وده ليه؟ احلى كيف الابيض، الابيض الكوك. هي دي الاخلاق التمام. بعدها الابيض بيقول للازرق يلا ندفن القتيل اللي جوه ده، فبيقول له انه ماشي على مبدا ان هو يقتل لكن يدفن لا، لانه بيتشائم. انا ما بدفنش ميتين، بتشائم. ونعم المبادئ والله. بعدها بنشوف الابيض واخد الاحمر في العربيه وبيكون مضروب بخرطوش في بطنه والدم بيشر على عجل العربيه، وده تفسيره حاجه من اتنين، يا اما الاحمر مضروب بدانه مدفع، يا اما دابحين عجل جوه العربيه. اموت يا حربي اموت، انا خايف يا ابني. مش هتموت، انت بتحزي وبتقول اي كلام. ايه الثقه دي؟ ده منزل دم يملى تانك العربيه، اللي يشوفك كده يقول جايب النتيجه من الكنترول. المهم بيوصل الاحمر والابيض للمكان اللي اتفقوا يتقابلوا فيه، وبيقول له الغريب جايب لك الدكتور وجاي. من حيث لا نحتسب كده بيطلع الابيض قطن وشاش من الخرابه دي وبيحطه على جرح الاحمر، يعني لو كان دور شويه كان لقي مشرط وممرضه وطلعوا له الخرطوشه دي. بيجي الازرق وبيسال سؤال في قمه الاهميه، هو الاحمر خد طلقه؟ مش فاهم الراجل يعمل ايه تاني عشان يبان ان هو مضروب بالنار، يعني مرمي وبيشر دم وبيطلع في الروح، هيعمل ايه تاني؟ المهم بيسال على البني، فبيقول له الابيض اكيد اتقفش او اتقتل، وبيعرفوا بقى ان ده كمين اتعمل لهم وهم بينفذوا العمليه. الابيض بياخد الازرق عشان يتكلموا بره، تقريبا كده كانوا عايزين يسيبوا الاحمر يموت في هدوء من غير ما يعملوا دوشه جنبه. في الوقت ده بتقابل رندا البحيري الست اللي هتديها خرائط المكان اللي فيه الالماس اللي هيروحوا يجيبوه. بصوا الفيلم ماشي فلاش باك للواقع لفلاش باك للواقع عشان ما تفهمش حاجه، لانك اصلا كده كده برضه مش هتفهم حاجه. الابيض والازرق بيفتكروا اللي حصل في المجمع لما كانوا بيجيبوا الالماس، ولما الازرق بيقول يا ابيض بيتعصب الابيض عليه. ابيض ايه يا عمو؟ كفايه تهريج بقى لحد كده. ابيض ايه وزفت ايه؟ محدش يقول لي ابيض تاني. انا اسف. احمد هارون. كريم ده برباطيكا ضد القشر، الحماية الطبيعية من القشر. بعدها بيقول له ان اللي عمل كل ده الاشقر، واللي بيكون فرد جديد دخله سيد الغريب في علبه الالوان دي، اصل العصابه يعني. بنشوف البني مقتول مكان الحادثه، وبنرجع فلاش باك وبنشوف البني تاني وهو قاعد مع الغريب في مكتبه ومتقمص دور نجار. بيطلب منه الغريب ان هو يجيب له سلاح. نوع السلاح هيروح فين؟ هيوصل ازاي؟ انا مش فاهم، امال انت هتعمل ايه؟ ما يروح هو يجيبه اسهل بقى. المهم بيروحوا الكباريه عشان يستلموا من البني السلاح. اصول طبعا يستلموا السلاح في الكباريه عادي كده، وبعدها يحطوا في عربيه الوليه في عز النهار. بنرجع للابيض والازرق وبنعرف ان الالماظ اللي سرقوه موجود مع الازرق، ومش بيبقوا عارفين مين اللي بلغ عليهم. الازرق تقريبا دارس لغات، يعني اول الفيلم كان بيتكلم صعيدي ودلوقتي بيتكلم عادي، على اخر الفيلم هيكون لف محافظات مصر كلها. لا يا صاحبي مش في العربيه، انا شلتهم في مكان تاني. بقول ما بدفنش ميتين ولا احب اشوف صندوق ولا احضر عزا. طبعا بعد اللي حصل ده كله بيبداوا يشكوا في بعض. لا يمكن يكون هو، ملوش مصلحة في كده يا ابني. يبقى انت. لا انت. لا انا ولا انت يا صاحبي. بس كده خلاص. بيفتكر الابيض رندا البحيري وهي بتقول له على تفاصيل العمليه وبتقول له على الخطه. بيرجعوا يفتكروا الاحمر اللي بيموت، ولما بيرفض الازرق يوديه المستشفى بيتعصب الابيض وبيضرب فيه. ده كده بقى ممكن يعملوا لنا بيبي بلو. هنا بيوصل الاشقر وبيكون عرف ان الابيض قال على اسمه الحقيقي. بتروح الكاميرا بالراحه على الاشقر اللي بيخرج من جيبه باكو بسكوت، وده طبعا عشان يبين لك قد ايه ان الاشقر ده شخص مجنون وسايكوباتي. ده بياكل بسكوت وما جابش معاه عصير يا اخوانا. بيعرفوا الاشقر ان البني اتقتل وانهم لازم يمشوا من المكان، وهو بيكمل اكل عادي. احنا هنفضل نهوى كتير ولا نبدا في العض؟ زي ما انت شفت كده هو ده العض. بيفضل الاشقر يضحك ضحكات غريبه عشان نعرف انه شخص مش متزن وجوكر في نفسه. بيطلعوا ياخدوا العربيه بعد كده، وبيكون الاشقر خاطف واحد في الشنطه. يعني مش كفايه نحتين الفيلم من تارانتينو، لا لازم ناخد الشطات كمان بالملي. الشخص اللي بيكون في شنطه العربيه ده بيكون عارف مين اللي عمل لهم الكمين. بنروح لفلاش باك وبنشوف الاشقر وهو بينضم للعصابه بعد ما خرج من السجن، وبنعرف ان هو والاستاذه رندا بيحبوا بعض. ولكن لما بيجي يحضنها قدام ابوها بيتعصب جدا وبيقول له انتوا هتعملوا كده قدامي؟ روحوا المكتب التاني بقى عشان تبقوا براحتكم. بعدها بيروح الاشقر والبن عشان يسرقوا عربيه صاحبها اصلا سارقها من واحد عشان ينفذوا بيها العمليه. ده ايه
ايه الحرام اللي مضروب في أس 3 ده؟ بنرجع للاشقر اللي بيكون خطف واحد من الضباط اللي كبسوا عليهم وبيعملوا عليه حفله عشان يعرفوا مين اللي بلغ عنهم. بتوصل استاذه رندا وبتساله مين ده، فبيقول لها الازرق ان هو ظابط. ده ظابط وكنا بنعمل له حفله تخرج. لكن هنا في سؤال مهم جدا، الاحمر بقى ايه موقفه من كل ده؟ بتاخد رندا الازرق والابيض معاه وبيفضل الاشقر مع الظابط اللي تقريبا عامل دوره الحكم ابراهيم نور الدين وبيطلب منه طلب غريب. نجيب بوسه. في الوقت ده بيتقابل سيد الغريب اللي هو عبد الملك زرزور لايت مع اللي طلبت منه يجيب الالماظ، وبيقول لها ان الالماظ معاهم، فبتقول له انها مش هتقدر تحميه، فبيقول لها واحنا ما لقيناش الالماظ، فبتهدده لكنه بيقول لها انا بهزر يا ست الكل. انا محدش يقدر يقول لي تعمل ايه وما تعملش ايه، فاهم؟ انا عارف طبعا. انت ما عندكش رئيسه، انت الكبير في المكان ده كله. ده ايه الظابط اللي من الشرطه المدرسيه ده؟ الاشقر والشرطه ايده غنيه. يا اسطى خلاص، ده انت يعني سايكو جدا، قفلت الشخصيه قوي، بلاش تقمص للدرجه دي. وقبل ما يولع فيه بياخد طلقتين في بطنه، فبيعمل تصرف طبيعي جدا وبيمشي 100 متر قبل ما يموت ويرمي نفسه في بركه ميه. وده ليه بقى؟ لانه كان عايز يغسل ذنوبه قبل ما يموت. بنرجع للعصابه قبل العمليه وهم بيعرفوا اسمائهم وكل واحد بيسلم تليفونه وبيبداوا العمليه، والاحمر بيسرق بطيخه اللي هو اي سرقه وخلاص لان هو حرامي جدا. بيوصلوا مكان العمليه وبيقول الاحمر انه هيقف على الباب، وبالتالي محدش هيخش ومحدش هيدخل. ما هي نفس المعنى يا ابني. يلا ما علينا. البني بيكون واقف مستنيهم بالعربيه والاشقر بيتعامل مع الموجودين في المكان. بتتحرك بنته صغيره عشان تدوس على الانذار، فبيضرب الاشقر كل الموجودين وبيدخل الاحمر والابيض لبيت عشان يهربوا، لكن الغفير بيضرب على الاحمر نار فبيقتلوا الابيض. بيعدي بوكس كده وبيلمحهم بالصدفه فبيوقف، فالابيض بيقرر يضرب كل اللي في البوكس ويقتلهم. البني بيتضرب عليه نار وبيموت، وبيجري الازرق بشنطه الالماظ وعلى طريقه GTA بيسرق عربيه وبيهرب بيها. الاشقر بيكون عامل نفسه كهربائي وبيصلح جهاز الانذار، فالاحمر بيضطر يرجع من الموت عشان يضرب الاشقر بالنار ويقتله. فالظابط بعدها بيقول له محسسني انه خلص له ورق الرخصه مثلا. بيعرفوا الاحمر انه ظابط وبيفضلوا ايه بقى يدردشوا سوا. عارف انك ظابط، قابلتك مره عندنا في اسم الاسماكيه، كنت مع الرائد ابراهيم توفيق، قال لي ان والدك كان عندنا لواء في الداخليه. طب يعني بالله عليكوا ده وقته؟ بيفتكر الاحمر ابوه اللواء وهو بيحذره من سيد الغريب وبنته لانهم هم السبب في انه يتعمي. جه وقت قصه الكبانيه. مش فاهم ايه القرف ده يا اخوانا، وايه اللي ممكن يكون حصل في الكبانيه يستدعي ان هو يحكيهوله، ولكن الحقيقه هو بيقول له جمله انا شخصيا ما فهمتهاش. الضابط السري الشاطر لازم يبقى اشطر من محمود المليجي. هل ده بقى معناه ان محمود المليجي كان طالب في كليه الشرطه، ولا ده معناه انهم بيمثلوا اصلا؟ كانك عزب شو. بيديله ملف فيه قصه الكابانيه وبيطلب منه ان هو يحفظها، وبيقول له لازم يعرف التفاصيل اللي في الحمام وشكل ورق التواليت ونوع القعده وحاجه في منتهى القرف. والقصه دي بقى بتكون هي اللي لازم يحكيها للغريب عشان يصدقه ويشغله معاه. بترجع الاستاذه رندا وباقي العصابه وبتساله مين اللي قتل الاشقر، فبيقول لها قتلته عشان كان هيقتل الضابط. فبتقول له الظابط ده وبتروح قتلها هي اللي هو طب اهو. فبيقول لها انه كان عايز يقتلكم انتوا كمان عشان يهرب بالالماظ، لكن رندا مش بتصدق. وبيوصل معلم زرزور لايت وبيعرفهم ان الاحمر ظابط وبيكون عايز يقتله، فالابيض بيمنعه وبيقول لهم انهم عاوزين تعلقوا له الرمانه. الصراحه برضه انا مش فاهم معناها ايه يعني، بس شكلها حاجه مش كويسه زي الفيلم كده كله على بعضه. بيقتل الغريب الاحمر فبيقتل الابيض الغريب، فبتقتل الاستاذه رندا الابيض فبيقتلها الابيض قبل ما يتقتل، والالوان كلها بتسيح على بعض. وهنا بيستغل الازرق الفرصه وبياخد الالماظ وبيهرب، ولكن بعد الاجرام ده كله بتخبطه عربيه وهو بيعدي الشارع فبيموت. خلص يا معلم خلاص. انت فاكر ايه؟ الفيلم ده متاخد من الفيلم بتاع كوينتين تارانتينو اللي هو ريسيفر دوجز، ومتاخد بمعنى متاخد يعني متاخد زي ما هو كده. يعني مستر وايت سميناه الابيض، مستر بلوند سميناه الاشقر، حتى الاسامي ما غيرناهاش. بس طبعا انت عارف ده عندنا في السينما اسمه اقتباس يعني. الفيلم ده يعتبر من اوائل الاعمال للمخرج بيتر ميمي، فطبعا لو هنقارن بين الاعمال اللي بيعملها دلوقتي والعمل ده فطبعا لا في تحسن كبير جدا، ودي حاجه الحقيقه تحسب له يعني. بس برضه انا مش عارف يعني الفيلم ده كان المقصود منه ايه يعني ليه اصلا تعمل حاجه زي كده للمشاهد العربي؟ اعمل قصه سرقه عاديه عادي، والله ما حد هيقول لك حاجه. عادي ناس راحوا سرقوا الماظ وقتلوا بعض، ليه لازم ناخد حاجه وفيها فلاش باك ومش عارف ايه وشغل وبتاع ونقعد نحور على بعض؟ ما نعملها زي ما الناس بتتفرج عليها. يا جماعه راحوا خدوا عربيه وقفوا قدام بنك ونزلوا سرقوه خلصنا عادي يعني، والله العظيم ما حد هيقول لك حاجه والناس هتتفرج وزي الفل. شوف اول ما طلعت عقده الخواجه الدنيا ضربت خالص. الفيلم وحش طبعا، سيء للغايه، مش محتاجه كلام ولا محتاجه وصف ولا محتاجه شرح ولا محتاجه اي حاجه. وطبعا كل مره اقعد اقول لك اعمل لايك وشير وسبسكرايب وانت طبعا ايه بتنفض، انا فقدت الامل فيك. فانت بقى انت براحتك اعمل اللي انت عايزه، انت وضميرك السلام عليكم عشان هو حاجه. السلام عليكم.